مرحبا. اليوم رح نعمل مع بعض فطاير السبانخ أو السمبوسك. عنا هون عجينة اللي هي عجينة بنقدر نستعملها لكتير أشياء، تقدروا تلاقوها على صفحة بينك ثينك على اليوتيوب، بس احنا هون عاملينها بالطحين الأسمر. هون السبانخ طازة مفروم ومغاسلينه منيح. عنا معلقتين سماق وعنا بصل أخضر. هلأ رح نضيف السماق والبصل الأخضر فوق السبانخ. رح نضيف السماق، واخر اشي رح نضيف عصير نص ليمونة عشان يعطيها طعمة حامضة شوي، ونخلطهم مع بعض منيح. هلا اول اشي بناخد قطعة من العجينة رح نفردها، ما احنا ما بدنا نعملها سميكة كتير، باي اشي بتقدروا تقطعوها. هاي وصفة زاكية وبتقدروا تعملوها للصغار بالمدرسة باللانش بوكس. طبعا هي مفيدة لانها معمولة بالطحين الاسمر للي عامل دايت. هلا بناخد الحشوة، نمسكها بهذا الشكل من النص، بنسكرها، بعدين ناخد هذا النص نعملها هيك، وهذا النص بهاي الطريقة، هيك بتصير زي مثلث. طبعا انتو الوصفة الموجودة على صفحة بينك ثينك على اليوتيوب هي معمولة بالطحين الابيض، بس نقدر نستعمل الطحين الاسمر بداله. هلا بعد ما عملناها بهذا الشكل رح نحطها بصينية، لازم تكون مدهونة منيح بالزيت. هلا زي ما انتم ملاحظين نمسكها هيك، بعدين نسكرها بهذا الشكل زي المثلث. هلا هيك صارت السمبوسك عنا جاهزة لندخلها على الفرن على حرارة 180 درجة لحد ما نشوفها انها استوت. وهلا هيك صارت عنا السمبوسك جاهزة للأكل بعد ما عملناها من الفرن بعد ما انشوت. صحتين وعافية. ما تنسوا تعملوا لنا لايك، سبسكرايب وشير.